السلام عليكم متابعي قناة الموضوع. معنا اليوم الأستاذة الدكتورة عزة بركة، أستاذ بقسم كلينيكال فارماكولوجي ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب جامعة الإسكندرية. سعدنا باستضافتها اليوم لتحدثنا عن تخصص الكلينيكال فارماكولوجي، والآن نترككم مع حديث الدكتور. حبايبي ازيكم؟ اول حاجه مبروك تخرجكم، ويا رب كده ندعي كده دعوه في اول الكلام ان يا رب كده كلكم يحقق لكم اللي انتوا عايزينه اللي نفسكم فيه، ويبقى اي حاجه هتختاروها هي ديت الخير لكم، ده اهم حاجه. تاني مسج او تاني يعني نصيحه عايزه اقولها قبل برضه لما اتكلم على كلينيكال فارماكولوجي كتخصص سبيسيفيكالي، ان ربنا بيبقى كل واحد كاتب له حاجه معينه، وربنا سبحانه وتعالى عارف ان الحاجه ديت هي هتبقى ان شاء الله الخير ليه. وايا كان الحاجه اللي هناخدها اهم حاجه ان احنا نحبها، حتى لو كان خدنا حاجه يعني ربنا شاء سبحانه وتعالى ما يكونش دي الحاجه اللي احنا كان نفسنا فيها، نعرف ان دي الخير ونحب الحاجه ديت، لان وانس ان انت حبيت اي حاجه هتاخدها تأكد ان انت هتبرع فيها وهتبقى هتحقق فيها حاجة كبيرة جدا. نبدأ بقى بتخصص الكلينيكال فارماكولوجي. الكلينيكال فارماكولوجي كتخصص هو تخصص أكاديمي، يعني أول لما بتاخد تخصص الكلينيكال فارماكولوجي بتتقال عليك اسمك معيد، ما بيفيهوش نيابة، يعني ما فيش حاجة اسمها نبطشيات، حاجات اللي هو شغل بعد الظهر او يعني يبقى عندك نبطشيه بعد الظهر او نبطشيه مسائيه، لا هو شغل اكاديميك. مقصود ايه؟ ان هو قسم اكاديمي زي ما قلت لك ان انت هتتعين فيه، هتبقى على درجه على طول معيد، وهتقعد تدرس زيه زي اي تخصص تاني. في الطب بتاخد تخصص ان انت تاخد الدرجه العلميه اللي هي اسمها الماستر. الماجستير لما بتاخده في حدود 4 إلى 5 سنين، بتاخد بعد كده درجة اسمها درجة المدرس المساعد، وبعد لما تاخد بعدها كمان تقعد تدرس عشان تاخد الدكتوراه، وبعد الدكتوراه خدت تخصص اسمه مدرس في الكلينيكال فارماكولوجي. خلصت القصة؟ لما خلصتش. بعد لما بناخد المدرس مينفعش كده هنفضل مدرس وخلاص، هنبقى ايه؟ هنترقى، عايزين نبقى اساتذة مساعدين. طب ناخد ازاي الاستاذ المساعد؟ ان احنا بنقعد نعمل ابحاث ترقية. ابحاث الترقيه ديت بنقعد نشتغل فيها، بنعمل ريسيرش وبنقدم في لجنه الترقي، عشان بعد المدرس بناخد درجه اسمها استاذ مساعد، بعدها بحوالي 5 سنين. 5 سنين تانيين بناخد نعمل ابحاث عشان في الاخر نبقى ايه؟ استاذ. خلصت؟ المفروض الاستاذ الشاطر على طول هيبقى ابديتد بالعلم والحديث في العلم والجديد في العلم. ولاحظوا ان علم الكلينيكال فارماكولوجي ده متغير دائما، في ادويه وانا طالبه قدكم كده كنا بندرسها، دلوقتي عفى عليها الزمن، يعني مبقاش حد يسمع عنها حتى، فعلى طول في ان انت هتبقى ابديتد بالجديد في الادويه. ايه تخصص الكلينيكال فارماكولوجي؟ تخصص الكلينيكال فارماكولوجي معناه ان انا ابقى ملمه بكل التأثير بتاع أي دواء على جسم الإنسان، تأثيره الكويس وتأثيره المش كويس. أعرف إيه الأبديتد جايد لاينز في الفارماكوثيرابيوتكس اللي تخليني أبقى ملمة بالجديد في العلاج لأي مرض من الأمراض اللي هي ممكن تصيب الإنسان. الكلينيكال فارماكولوجي برودلي يعني علاقة الدواء بالجسم والجسم أو الإنسان بالدواء. جوه بقى في سبيشاليتيز، في اللي هيبقى انترستد ان يبقى يخلي الرسالة بتاعته مينلي في السكر، لا هو انترستد في الكارديو فاسكولار فارماكولوجي، هو انترستد في الريسبيراتوري فارماكولوجي، حسب انت الجزء اللي هو انترستد فيه بتاخد رسالتك في جزئية اللي انت حاببها، بتكمل ممكن بعد كده حتى رساله الدكتوراه برضو في الجزئيه اللي انت حاببها، وهكذا. هو فيه زي سبيشاليتيز. احنا زي ما قلت لكم حبايبي احنا تخصص اكاديميك، لكن ده مش معناه ان مفيش اي علاقه بيننا وبين الكلينيكال، لان احنا طبيعه الماده
فيها جزء بيزك فارماكولوجي، بس احنا برضو اسمنا ايه؟ كلينيكال فارماكولوجي. يعني جزء من الماده كبير هيبقى خاص بحاجه اسمها فارماكوثيرابيوتكس. وانت بتدرس الفارماكوثيرابيوتك بتاخدها سواء في الماستر او في الدكتوراه، هيبقى جزء من دراستك ان انت تروح تشوف كلينيكال تريننج مع بقى في دكاتره بتسوبرفايز يو في الاقسام كلينيكال معينه احنا حاطينها في الكوريكولوم. جزء من دراستك ان انت هتعمل ابلكيشن على اللي درسته بعد كده، بعد لما تاخد الماستر والدكتوراه، ان احنا بنعمل زي نوع من انواع الكلينيكال اوديتنج بكولابوريشن مع اقسام. ففي جزء اكاديميك ولكن في جزء كلينيكال، ان هو في سواء في التريننج او بعد حتى لما تبقى مدرس في جزء برضه هتبقى ابلايد، ان انت ازاي تعمل ادفيرس دراج رياكشن ريبورتنج، ازاي تشترك في التيمز المختلفه الخاصه بالاستخدام الامن للادويه. يعني في حاجات في هذا النطاق، في سواء في المستشفيات اللي هو المستشفى الرئيسي الجامعي، في مستشفى الشاطبي. يعني في علاقه برضو ما بين دراستك وما بين اللي هتبقى ابلايد بعد كده في على مستوى البيشنتس. حاجه ثانيه الريسيرش، طبعا انا زي ما قلت لك انت في كل خطوه في خطوات تدرجك انت قاعد تعمل فيه ريسيرش، سواء خاص برساله الماستر سواء رساله الدكتوراه، ريسيرش بعد كده عشان تترقى لاستاذ مساعد وعشان استاذ. فالريسيرش ان فارماكولوجي جزء وثيق من او جزء كيان رئيسي في كيان الكلينيكال فارماكولوجي، زيها زي اي تخصص تاني الواحد بياخده. انت حابب هذا التخصص جو اهيد. جو اهيد بمعنى ايه؟ يعني حابه برضو ان اي حد منكم، وده نصيحه بقولها لاي حد يسالني دكتور انا بفكر ان ممكن يجي لي كلينيكال فارماكولوجي في كجوب او كحاجه اختارها في قعده النيابات وقعده الوظائف. اول حاجه انصحه اقول له روح القسم وقابل الجونيورز اللي هم هيكونوا خلاص لسه سبقوك بسنه او سنتين، وقضي معاهم يوم 2 3 اسبوع مفيش اي مشكله. شوف نفسك في التخصص، لان برضو ممكن انا ماي بروسبكتيف وانا ماي فيو للموضوع تكون انا شايفاه بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي انتوا هتشوفوها بيها. برضو من ضمن الحاجات اللي يعني بتسالوها، احنا ممكن نشتغل بالكلينيكال فارماكولوجي؟ يعني بعد لما ناخد كلينيكال فارماكولوجي هل في حاجه في البرايفت سيكتور؟ انا ما اقدرش اجاوب على السؤال ده بنعم او لا. بمعنى ان كحاجه احنا هيكون الكارير بتاعك، انت الكارير بتاعك اكاديميك، هيبقى اسمك في الاخر استاذ في كليه الطب جامعه اسكندريه تخصصك كلينيكال فارماكولوجي. ممكن اعمل بي ايه في البرايفت، دي حاجه ممكن مخلوقه لك، ممكن تعمل ممكن ان انت تحضر بعد كده دراسات في حاجه ثانيه، دبلومه في حاجه ثانيه انت عايزها. احنا كقسم احنا بنوافق على الموضوع ده. بعد لما تاخد مدرس بتبقى تقدر تعمل الموضوع ده. ممكن انت كمان لو حابب ان انت تبقى عندك الجزء الخاص بالكونسلتيشن، انت تبقى تعمل حاجه ان انت تدي كونسلتيشن لادويه معينه وتشتغل بيها برايفت. يعني ده حاجه مجال مفتوح لكل واحد على حسب ما هو في اطار طبعا القانوني، على حسب ما هو شايف نفسه حابب ايه. عايز اتخصص حاجه بقى اخدها كلينيكال وامارس كلينيكال اكتر، يو هاف ذا فريدم بعد لما تخلص درجه المدرس زي ما قلت لك. فده يعني من التخصصات انا كعزه بركه بحبها جدا. يعني ويمكن هقول لكم على حاجه، انا كنت من الحاجات اللي انا كنت عايزاها في اول لما اتخرجت ان اخد حاجه كلينيكال، ولكن كظروف ويعني كل واحد بيجيله ظروف اسريه يفضل حاجه على حاجه. لقيت ان ظروفي الاسريه لا مش هينفع ان انا معايا كانت بنتي الكبيره دلوقتي ان انا اقدر ان انا اخد نبطشيات وهي معايا، ممكن حد تاني يقدر، بس انا ظروفي ما كانتش ان انا قادره اعمل. فقلت يبقى تخصص اكاديميك هو اللي هيديني ما بين باشن ان انا عايزه اكمل في الكليه، وما بين مهمتي الاساسيه ان انا زوجه وام. دي حاجه انا اخترتها. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا. حبيته في الاخر
حبيته. انا كنت يمكن داخله لا انا كان نفسي كلينيكال، لكن لما اي توك، وانا زي ما قلت لكم انا خدت الديسيجن، انا خدت حاجه خلاص هي دي اللي ربنا رايداني ودي اللي استخرت ربنا وخدتها. لازم اعمل ايه بعدها على طول؟ احب الحاجه اللي خدتها، ابقى قراري ان انا لازم ابقى شاطره فيها، لازم ابرع فيها، لازم اخد كل جديد فيها، لازم افيد المجتمع اللي انا فيه بعلمي فيه وبان انا ابقى شاطره فيه. ده المسج الاخرانيه اللي عايزه اقولها لكم حبايبي. ربنا يوفقكم ويقدر لكم الخير. ولو ستيل ما كنتش جاوبت على حاجات جايه ان يور مايند، انا يمكن اي ترايد ان انا اشوف انتوا بتسالوا في ايه واجاوبكم فيه، لكن لو ستيل في حاجه لسه عندكم اي استفسارات، فيل فري ان انتوا تكونتاكت مي او تكونتاكت الاسره الجميله اللي عامله وبكده بفضل الله نكون المشروع خلصنا ده. اول حلقه من هم سلسله أكيد مشرط هيجيبوا ولا الأسئلة سماعه. بتاعتكم. لو لسه عندكم وربنا اي يوفقكم استفسارات او حبايبي، اي اسئله وأسمع حول دايماً تخصص كل الفارماكولوجي اكتبوا لنا في الكومنتس وان شاء الله الدكتور تجاوبنا عليها. كمان لو حابين نتكلم عن تخصص تاني في دماغكم او تخصص انتم انترستد ليه اكتر وحابين نتكلم عنه او نخليه دكتور يكلمنا عنه، اكتبوا لنا برضو، وان شاء الله ننزل باقي التخصصات قريب. ما تنساش تعمل شير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.